انا مش في المدينه ده الفيديو الثاني. انا كل اللي حواليا مؤذيين نفسيا وما عندهمش كلمه مبادئ. دي خلاف بقى. اخر حاجه اقول لك عشان هو يرد مينا. اخر حاجه انا عمري ما هنسى في التسعينات، ماتش في التسعينات وابراهيم حسن خارج من المباراه، عمل حركه خديشه ليه كلنا عارفينها وتوقف بسبب النادي الاهلي. توقف حسام حسن، ابراهيم حسن، ابراهيم مش حسام، وجه الزمالك شالوه على الاعناق. ليه جمهور الزمالك ما قالش الصحفان ده عمل لنا كده؟ ابراهيم سعيد في ماتش ال6-1 لما اتخانق مع تامر عبد الحميد وهما الاثنين خارجين طردوا الاثنين في ماتش ال6 الشوط الثاني، وابراهيم سعيد خارج عمل حركه بايديه، ابراهيم سعيد وهو خارج عمل حركه بايديه وبرده راح الزمالك. ماشي. هو بيتكلم هنا ان انا مش في المدينه الفاضله. ايوه انا عندي الناس عندها ايه، يعني بيقول لك ايه، مؤذيين. بص مش مؤذيين. ماشي. اللي هو مثلا الزمالك، يعني هو ايوه قصده على الزمالك. انا مش في المدينه الفاضله. بيتكلم بقى ان مينا اللي هو اصلا معتبر مش زملكاوي، انا ما بعتبروش زملكاوي، اللي هو بيقول له مثلا انت خدت امام عاشور اللي شتم، فهو من حقه يدافع. هو كاهلاوي ماشي، من حقك تدافع، تقول ايه ما ابراهيم على امام عاشور واحمد عيد والناس دي كلها، يعني هو مينا بيقول له كده. ايوه. فهو الثاني بيدافع عن دي حقك. بيقول ده ابراهيم حسن كان عنده وشتم. ابراهيم حسن عمل حاجه غير اخلاقيه لجمهور الزمالك. مش عارف حاجه و90. ايوه. كان لسه اسماعيل يوسف بيلعب في الزمالك وكده. ايوه. وابراهيم حسن شاور للجمهور بطريقه مش كويسه. هو بيقول لك ما انت جبته. هو اولا لما جبته ما جبتوش بعديها على طول، ده بعدها بكام سنه اول حاجه. بس ده مش مبرر، مش مبرر. ده كلامك مظبوط ماشي. وعندك بيتكلم على ابراهيم سعيد عمل حركه غير اخلاقيه لجمهور الزمالك. طب ماشي، ما ده ابنك. تمام. تربيتك. تمام. ابراهيم حسن هو عندك عمل الحركه الغير اخلاقيه اللي انت بتقول انا نادي المبادئ وابن النادي الاهلي وتربيته. انت بتقول عاقبته. هو ابراهيم اتعدل. ابراهيم فضل يقل ادبه حتى لما جه الزمالك رفع الجزمه في وشك. مفيش مشكله. صح كده. الحركه اللي عملها لك. ايوه. ده تربيتك. الرد بقى ان انت بتقول ليه الناس بتقول لك انت خدت امام اللي شتمك وخدت احمد عيد اللي شتمك؟ عشان انت ما بتعترفش بغلطك. ما بتعترفش بغلطك وبتقول كمان ايه؟ لا، وبتقول كمان انا نادي المبادئ. ما ماشي، نادي المبادئ بقى ما تعملش حركه زي كده. عمال تبدأها بحاجات هي مش موجوده اصلا فيه. مش موجوده. فده يعني رد على الفيديو. بس اصلا انا مخنوق ان واحد زي مينا كان طالع معاه مش عارف يرد عليه. ما مينا ده ما بيعرفش، يعني هو حافظ داخل يتكلم ما يردش. هو داخل يتكلم يقول له كلامك صح. كلامك صح. ايه كلامك صح؟ مش كلامه صح. رد عليه يا باشا. انا معاك ان في هو غلط. وبعدين تعاقد مع لعيبه قلالات الادب. مش انت بتتكلم ان ابراهيم حسن قل ادب على الزمالك والزمالك اتعاقد معاه؟ تمام. احنا كجمهور الزمالك نقول لك غلط. معترف بغلط. انت بتعترفش، انت ما اعترفتش ان امام غلط. ولو جمهور الاهلي لما قال لك مش عاوزين امام، الخطيب كبر دماغه من ناحيتكم وجابه. واحمد ده اللي احنا عاوزين نقوله، ان انت احنا مشجعين. انا مش متحكم في النادي. انا مش بديل النادي. عشان اتحكم اجيب مين وما اجيبش مين. بس انا ليه راجل. بس انت ما تقعدش. بس انا لما الاقي مثلا عندي مثلا موقف غلط فاجي بطلع اقول ايه هو كمان الزمالك غلط. لكن انت مثلا تلاقي عندك غلط تقول لا احنا مش غلطانين. وبيجي يقول لك انا بجيبه عشان اربيه. يعني معناه ان اللاعب مش متربي. وجبت واحد مش متربي بس واللاعب ساكت عادي.